الجهمية هم الذين ينكرون صفات الله تعالى، ومن جملة الصفات صفة الكلام، فيدعون أن القرآن مخلوق. ومن جملة الصفات صفة العلو والاستواء والنزول والمجيء، وصفة السمع والبصر واليد والوجه وما أشبه ذلك مما أثبته الله تعالى لنفسه، فيؤولون ذلك. وقد اشتهر إنكارهم لذلك، ولما كانوا متظاهرين بذلك كفرهم السلف وتبرؤوا منهم، وذلك لأنهم أنكروا الأدلة القطعية الواضحة الدلالة، وحملوها ما لا تحتمل من التأويلات، وصرفوها عن ظاهرها مع كثرتها، فلذلك يكفرهم كثير من العلماء، حتى يقول الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. 50 في 10 يعني 50 تضرب في 10 أي 500 من العلماء من علماء السلف، حكاه عنهم الإمام الطبراني ومن قبله، فكيف بمن بعده؟ ورد في